وصلت الصين انا وصاحبي، حطيت الخط لقيت المبلغ الكبير دوت. فرحت جدا جدا جدا. انا يعني بقول يعني سبحانك يا رب، المبلغ ده جالي من غير لا حول ولا قوة. يعني انا ما كنتش اتصور يعني ان يجيلي الرقم ده. فانا كنت ناوي لو جالي نص المبلغ دوت هذبح عجل وافرقه لله. فلما وصلت الصين لقيت الرقم الحلو ده، فقلت انا نويته لله. خلاص يعني كده اكيد، اللي هو انت دعيت وانا اعطيتك فاوفي بنذرك. طبعا السكن راح علينا بسبب الراجل اللي كان في السكن ما دفعش الايجار. فنزلت انا وصاحبي قعدنا في فندق، وكنت كل يوم اصحى الصبح اروح ادور على سكن جديد، ولكن ما كنتش بلاقي. الغريب ان المرة اللي فاتت ربنا وفقني لقيت السكن من اول يوم. في المرة ده هي فضلت قاعد في الفندق حوالي 12 يوم على ما لقيت سكن كويس. كان كومباوند محترم وشقة لطيفة محندقة، والكومباوند فيه مطعم حلال وفي سوبر ماركت حلال ومحطة الأتوبيس قريبة من الكومباوند. فروحت أنا وصاحبي اشترينا شوية حاجات للمطبخ وكده، ورحنا نقلنا من الفندق على السكن الجديد. بدأت أتواصل مع الراجل اللي كان في السكن القديم علشان أخد منه الشنطة اللي فيها الحاجات بتاعتي. فيها حاجات كتير من السكن القديم أنا مش عايز أشتريها تاني، وبرضه فيها الشنطة بتاعت الساعات. أتصل بيه ما يردش. مرة يرد يقول لي معلش أنا كنت مشغول، مرة يكنسل، مرة يقول لي أصل أنا ساكن بعيد. آخر ما زهقت ومليت منه قلت له يا عم قول لي أنت فين وأنا أجيلك. بعت لي في مرة العنوان بتاع الشغل بتاعه، فأنا رايح له. وأنا رايح الموبايل فصل شحن. فعلى ما اتصرفت وشغلت الموبايل لقيت إن النبرة بتاعت الكلام اتغيرت، بيكلمني أنت فين ومش عارف إيه وبتاع. فانا قلت يا عمي انا ايه، اخد منه الشنطه وبعد كده ايه انا مش هشوفه تاني يعني، فكل واحد في سكه. اخدت منه الشنطه. الساعات كان في ساعه قال لي انا خدتها ليا، قلت له يا عم خلاص ماشي وشكرا وسلام سلام. في الفترة دي كان صاحبي معايا، اتفسحنا ولفينا جوانجو كلها وهو يعني صديق العمر. فكنا بنلف الدنيا كلها، نروح نخرج ومطاعم واتبسطنا جدا يعني لغاية ما كملت شهر، لأن نص الشهر ضاع واحنا بندور على سكن يعني. فكان لازم أخرج بره الصين. هونج كونج بطلوا يدخلوني وماكاو بطلوا يدخلوني. طب أنا فيتنام رحتها قبل كده، أروح فين؟ إيه البلاد القريبة؟ ماليزيا. حجزت تذكرة ورحت رايح على ماليزيا. بصراحة قبل ما احجز لماليزيا انا كنت بحتار بين دولتين، يا اسافر ماليزيا يا اروح المالديف. المالديف منتجعات بس يعني ما فيهاش خروج، وانا بحب الفسح والناس والشوارع وكده، فايه قررت على ماليزيا. سافرت ماليزيا وسبت صاحبي في الصين لان التأشيرة بتاعته كانت 3 شهور دخلة واحدة، يعني ما ينفعش يطلع برا الصين. وصلت هناك، خدت القطر من المطار لوسط المدينة. من وسط المدينة أنا كنت حاجز فندق، نزلت اتمشيت. فأول ما وصلت الفندق فالست بتقولي ده انت حظك كويس خالص لأنك عربي، في مطاعم إسلامية هنا. فبقول لها مطاعم إسلامية ازاي؟ مش هي دولة مسلمة يعني كل الأكل مسلم؟ قالت لي لأ، في مطاعم إسلامية ومطاعم غير إسلامية. وهنا كانت الصدمة. أنا كنت فاكر إن كل ماليزيا زي الماليزيين اللي بنشوفهم في الأزهر. الغريب بقى في كوالالمبور إن الهندوس كتار جدا، يعني مش زي عدد المسلمين مثلا. زيارة ماليزيا دي كانت هتجنني، لأن أنا كنت متصور ماليزيا حاجة وشفتها حاجة تاني خالص. أنا كنت أمشي مثلا في الشوارع فأشوف الناس بالليل تجيب أكل كده ويحطوه قدام المحلات بعد ما يقفلوا. يا جدعان دي ده الناس مشيت، انتوا بتحطوا اكل في الشارع ليه؟ فقال لك ده علشان الحيوانات دول برضو ارواح وكانوا بني ادمين. قصة كده اسمها الكارما. برضو مرة كنت ماشي ولقيت ناس بتطبل وعم جايبين حاجات عمالين يعملوا كده ولابسين ابيض، فدخلت ارقص. فللاسف كان حد ميت يعني. انا بعتذر له والله.
كانت جنازة ولا كان ما اعرفش. من الحاجات اللي منتشرة هناك خالص اللي هو الليدي بوي ده، ولا راجل ولا ست يعني. مش عارف اقول ايه يعني. ده كان ولد واتولد ان هو ولد، وكانوا اهاليه بيدوله هرمونات انوثة، ادوية بتاعت هرمونات انوثة، فطلع ست عنده حاجات وبتاع، ويمكن ساعات اجمل من الست، وتكلمه يقول لك I'm lady boy. like انا ما كنتش اعرف الكلام ده يعني. اول ما وصلت لقيت الويشات مليان اضافات، قلت ايه ده، كل دي بنات بتحبني، كل دول عشان انا اجنبي ولا ايه؟ فطلعوا كلهم يعني ليدي بوي للاسف. يعني حتى موضوع الناس اللي كانت بتحط اكل الحيوانات ده، هي انا كنت بكلم حد فبقول له يا اخي الناس هنا رحيمة جدا، بتحط اكل الحيوانات اخر النهار. فقال لك دي الكارما. فانا ما كنتش اعرف يعني ايه الكارما. قال لك الواحد لما بيموت على حسب عمله بتطلع روحه، ف لو هو عمله كويس روحه بترجع للأرض تاني على هيئة حاجة تفيد الناس، زي شجرة، زي مش عارف ايه. ولو هو كان حد ضار فبيبقى كلب مؤذي أو حاجة زي كده يعني. فأنا بقول يعني القطة دي كانت بني آدم؟ يقول لي اه كانت بني آدم وواثق جدا. فمعتقدات زي كده ما كنتش شفتها أبدا في حياتي يعني. الموضوع ده بقى يزود الشغف عندي كل مرة ابقى عايز اشوف اكتر يعني. حتى فكرة ان انت معتقد حاجة عن دولة، ولما تروح تلاقي حاجة تاني، كان بيزود عندي الحماس ان انا اشوف دول اكتر يعني. فبدأت اقول لنفسي ايه ده الموضوع كبير جدا يعني. عالم غير عالمنا، ثقافات غير ثقافتنا، اكل وشرب غير اكلنا، حياة مختلفة تماما يعني. من الاماكن اللي زرتها مثلا مكان كده اسمه باتو كيفز. ده مكان معبد كبير للهندوس، فيه تماثيل كتير. وده طبعا للهندوس ده مش دي مش مجرد تماثيل، دي آلهة يعني، بيعبدوها لحد النهاردة. الشيء العجيب بقى ان كان في صورة انتشرت في الثمانينات في مصر في كل البيوت المصرية. مفيش بيت هتدخله في مصر الا لما هتلاقي الصورة دي متعلقة في الصالون لطفل. هو ما كانش طفل، هو دي صورة الإله كريشة وهو صغير. وصلت مصر ازاي والناس حطتها كلها في الصالون عندها انا مش عارف. وكان عندنا واحدة في البيت على فكرة. في كل سفرية كنت بسافر كانت دايما الصين في المقدمة. هي رقم واحد في التقدم، هي رقم واحد في التكنولوجيا. طبعا كل مرة كنت بحس للحنين ان انا عايز ارجع الصين تاني. الصين حرفيا مبهرة في النظام والشوارع والكاميرات اللي في كل مكان والبنية التحتية وكل حاجة. رجعت الصين وانا متحمس تماما ان انا ازور بلد جديدة. رجعت الصين، كملنا خروجات وفسح انا وصاحبي لحد ما فلوسي كانت قربت تخلص تماما يعني. فافتكرت ان انا عليا ندر. كان ليا صديق نازل مصر، فقلت له خد الفلوس ده هي اديها لامي. كان عيد الاضحى قرب، باقي عليه ايام قليله. فاتصلت بامي قلت لها عايزين نذبح عجل وتطلعيه كله لله. قالت لي يا احمد الفلوس، طب اذبح خروفين، طب مش عارف ايه. قلت لها انا صدقت ربنا وربنا صدق معايا، فمحدش يناقشني في الموضوع دوت. كام يوم وجه العيد، حسيت ان انا عايز ابسط نفسي باي حاجه. نزلت اشتريت كيلو لحمه ورحت مشوحه ومش عارف ايه، وكبرت والله اكبر واكلت واتبسطت والحمد لله. في نهاية اليوم، لان فرق 6 ساعات، امي اتصلت بيا قالت لي احنا ذبحنا العجل ووزعناه. فقلت يعني اللهم لك الحمد يا رب على الحياة السعيدة اللي منحتني اياها يعني.